الشغف والحماس والإثارة والكثير أيضا من الندية والتنافسية. مباراة تتمنى أن تكون على مستوى المعطيات والحسابات الموجودة فيها. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. برشلونة في مواجهة برشلونة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. استعادة سريعة هنا، كوبو يلعبها في المساحة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. فرصة لتحول هجومي سريع. نيمار توغل بالكرة. نيمار مجهود فردي غير عادي جميل منا في هذه اللقطة. انطلاقة كانت مميزة جدا بالكرة، في النهاية لم يقدر على وضعها في الشباك. باستوني يتدخل في الوقت المناسب. مارادونا، بيلينغهام. تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. خطأ فادح، وكرة خطيرة الآن. هدف لبرشلونة. برشلونة يطبق الضغط ويبحث عن مثل هذه الكرات. عرف كيف يستغل الضغط ويستفيد منه. يسجل هدف مميز ومجهود كبير بين الفريق. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. خطيرة على المرمى. يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. تعادل يأتي سريعا جدا. تعادل سريع في هذه المواجهة. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرماه بمفردة. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل. نيمار، كوبو يلعب كرة طويلة. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة. كان أنانية بعض الشيء. رودري، جواو كانسيلو يقطع الكرة هنا. ميسي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعبها على اليمين. كوبو، كرة أرضية على أمل إحراز هدف. كيميتش. صافرة نهاية الشوط الأول. برشلونة يدخل لاستراحة ما بين الشوطين وهو متعادل في النتيجة 1-1. أكيد شفنا الندية الكبيرة في الشوط الأول، وهم يعني أن من يريد الفوز سيكون عليه بذل جهد أكبر في هذه المباراة. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. Substitution for Barcelona, number 24, Mane. Coming on to replace him. نستأنف المواعيد مع شوط ربما يكون حاسم. برشلونة قرر التغيير بين الشوطين. ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ ليونيل ميسي،
كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. برشلونة بتشكيلة مختلفة في الشوط الثاني عن الشوط الأول. مارادونا، بيلينغهام. الآن إمكانية المرتدة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. تمريرة بينية تبدو خطيرة، قد تكون هذه فرصتهم. كرة طويلة للأمام، تمريرة بدون عنوان. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. والآن فرصة للتحول الهجوم. التدخل رائع هنا. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يمر ويلعب كرة بينية. فرصة الآن، لعبة رائعة الآن. كيميتش، كوبو، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. كرة طويلة إلى الأمام، لم تلعب بالشكل الصحيح، كان لابد من التشديد. البينية حلوة الآن. ليونيل ميسي، واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة، أمر لا نشاهد كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. يستعيد الكرة بشكل سريع. مارادونا، إبعاد الكرة مطلوب هنا. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. مارادونا، كوبو، في مكان خطير. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. نيمار، الآن خطيرة، هدف يأتي. نعم نعم، الكرة في المرمى. تنطلق الصافرة. انتهت المباراة إذن. مباراة غير متوقعة هنا. بعد التقدم في النتيجة تحولت الأمور وتمكن الخصم من العودة في المباراة وقلب الطاولة وخرج منتصرا في هذه المواجهة.